ويمكن أخطر إدمان إنك ترضي الناس على حساب نفسك. عمرك سألت نفسك ليه بنقول في وقت إحنا جوانا بنقول لأ؟ ليه بنوافق وإحنا أصلا مش مرتاحين؟ يمكن عشان ما نزعلش حد، ويمكن عشان نخاف نخسر حد، ويمكن عشان ما تعودناش نختار نفسنا. بس خليني أقولك الحقيقة من غير تجميل، مش كل الناس اللي في حياتك موجودة عشانك. في ناس موجودة عشان انت ما بتقولش لأ. أيوة، زي ما سمعت كده. في ناس علاقتها بيك قايمة على إنك دايما متاح، دايما بتوافق، دايما بتعدي. لما تيجي مرة تفكر ترفض بتخاف يزعلوا، تخاف يمشوا، تخاف تبقى لوحدك. بس الحقيقة إن اللي هيمشي عشان قلت لأ ما كانش موجود عشانك انت من الأول، كان موجود عشان انت بتدي، مش عشانك انت كشخص. أما اللي هيفضل فهيفضل عشانك انت، مش عشان بتعمل كل حاجة هو عايزها. وخليني أقولك حاجة يمكن تضايقك شوية، انت مش بتتعب من الناس على قد ما بتتعب من نفسك، من كل قلتها غصب عنك، من كل مرة سكت وعديت، كل مرة وافقت فيها على حاجة مش شبهك. انت كده من غير ما تحس علمت اللي قدامك ان اوكي ده عادي، فطبيعي يكمل، وطبيعي يتمادى، وطبيعي جدا يستنزفك. فعلي قيمتك شوية، مش كل حاجة محتاجة موافقة، مش كل طلب لازم يتنفذ. انت مش هنا عشان ترضي كل الناس. وفي مقولة بتقول إن you don't get a medal for self-neglect، يعني بمعنى أصح إن أنت مش هتاخد جايزة على إنك شخص كويس ولا على إهمالك لنفسك. وفي فرق كبير بين إنك شخص طيب وبين إنك بتيجي على نفسك. الطيبة اختيار، لكن التنازل المستمر فده استنزاف. خليني أبسطها لك أكتر. في شخص بيقول لكل حاجة وبيفكر إن كده الناس هتحبه، بس مع الوقت بيتحول لشخص available، وجوده بقى عادي وتعبه بقى مش محسوب. وفي شخص تاني مش بيرفض كل حاجة، بس مش بيقبل كل حاجة برضه. لما بيقول بيبقى قاصد، ولما بيقول لأ بيكون عارف ليه، وبيبقى هادي وواثق من نفسه. وده الفرق الحقيقي بين واحد بيحاول يثبت نفسه للناس، وواحد عارف نفسه فمش محتاج يثبت حاجة. وتخيل كده لو حد بتحبه بيعمل في نفسه اللي انت بتعمله في نفسك، بيوافق على كل حاجة وبيسكت على حساب راحته، تزعل عليه صح؟ طب ليه بتقبل ده لنفسك؟ المرة الجاية قبل ما تقول اسأل نفسك، هو أنا موافق وبعمل ده بحب، ولا لمجرد إني خايف؟ ولو خايف فأنا خايف من إيه؟ إن حد يزعل، ولا إنك لأول مرة تختار نفسك؟ جرب تقول لأ مرة، مش بعصبية ولا بقلة ذوق، بس بهدوء جدا، زي مثلا أنا مش مناسب ليا دلوقتي. وهتتفاجئ على فكرة، بس مش من رد فعلهم، لكن من إحساسك أنت إن الدنيا ما وقفتش ولا حاجة، وإنك حسيت بحاجة جديدة ألا وهي الراحة. وفي نهاية كلامي أحب أقولك إنك مش لازم تقول عشان تتحب، ومش لازم توافق عشان تفضل. في ناس هتمشي وارد، بس خليك واثق إن اللي مشي ما كانش موجود عشانك، واللي فضل عشانك أنت. وأوقات كتير كلمة لأ مش رفض لغيرك، دي حماية لنفسك. وكانت معاكم ملك فرج، وأشوفكم في حلقة جديدة من في الكلام كلام.